مش تمام، حاسس انك مش امام، مش هشام، مش عصام، ظابط ومش لاقيلها اللي يمسك اللجام. مش كل حد يجي يقولك تسمع الكلام، فكر وحكم رايك، اوزن الامور يا مان. كاتب حوالينا الفوضى وجدد في الامور امور، فكره جت في دماغنا قلنا مش معقول، لازم نعمل حاجه يبقى شكلها كول. دخلنا وسط الثوره وعملنا لوكيشن، قلنا لازم يبقى فور سيفيلايزيشن. جينا نقول كلام تمام مش اي حاجه والسلام. ستاند اب ستاند اب، كلام معقول معقول، موزون موزون، مليان وفي التمام. ستاند اب ستاند اب، قاعد في دماغك كل حاجه قبل ما تقول، وسيبك من اللي اتقال لو مش معقول. لو وقفنا جنب بعض، لو عرفنا نحب بعض. ستاند اب ستاند اب، لو وقفنا جنب بعض، لو عرفنا نحب بعض. ستاند اب ستاند اب ستاند اب. كنت قاعد في البيت في امان الله، الباب خبط، قمت فتحت لقيت واحد صيني بيقول لي ماما ماكوده. انت مال اهلك؟ تسال على امي ليه انت؟ المهم طلع راجل بيبيع حاجات وحاجات زي كده. طب عندكم عروسه؟ قلت له ما عندناش عرسان. يعني ما عندكش انت عروسه؟ راح فاتح الشنطه مطلع 4 موزه صيني كده. قلت اتفرج، ده هو ارخص من الجواز. فرجني على ال4، قلبت فيهم شويه ما فيش حاجه عجبتني. المهم راح قافل وماشي. شويه الباب خبط تاني، واحده صينيه بس طويله، شكيت. واحد مصري وعامل صيني، ده استحاله واحده صينيه تكون طويله كده. المهم قفلت الباب ورحت قلت انا هنزل بقى عشان كده مش هينفع. نزلت وقفت الميكروباص وركبت. شويه الميكروباص راحت مشاوره له واحده صينيه بس قصيره، المره دي شايله شنطه كبيره جدا. راحت راكبه الميكروباص، قعدت جنبي، قالت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فراحت شويه وقعدت تتكلم معايا، خش ما تيجي على بلا ماسيس. قلت لها نعم. قالت لي خش على ماسيس. عايزه ايه يا وليه انت؟ قالت لي مش فاهمه. قلت لها مش فاهمه طبعا، معرفش سنين انا. قالت لي لا ماسيسه تحرير. قلت لها قصدك تحرير وضرب نار؟ قالت لي ما تروحيش. قلت لها مش هروح ما تخافيش. حبيتيني بسرعه قوي كده ومش عايزاني اروح وخايفه عليا. على جنب يا اسطى، وراحت نازله. قلت لها لا اله الا الله، خدي بالك من نفسك. بقوا اكتر مننا فعلا في البلد. بفتح الجورنال لقيت اعلان عريس صيني. قله ادب بقى، ما وصلتش لكده يعني. قال لك اغتنم الفرصه، 1500 جنيه وروح على السفاره الصينيه هتسلموا لك العريس من الشباك، تمام، وكل حاجه هتبقى تمام. بس دي مزايا على فكره، صدقيني. ده بقى ولا تسالي على اصله ولا فصله ولا اهله، تبصي على قفاه مكتوب ضمان المتحده تاخديه وانت مغمضه. بعدين ده لو اتخانقتي معاه تسيبيه يزعق لوحده كده هيفصل شحن وهو واقف على طول. عايزه واحد ماشي. بغض النظر يعني، المهم ان العريس الصيني ده ليه مزايا كتير جدا. يعني ده لو اتخانق معاكي مثلا هيعلمك الكونغ فو بالمره، واي كلام يتقال بحماس لازم يتسمع بحماس، حتى لو كان السلام عليكم. مساء الخير. التعليم في مصر مؤسسة محيرة جدا. أنا لحد النهاردة مش فاهمها. بمعنى يعني أنا مثلا تلاقي يقول لك في المدارس يشدوا على الأولاد، فتلاقي الأهالي بتصوت يقول لك الحق مدرس قتل طالب، مدرس عور طالب، مدرس قطع إيد طالب. يقول لك نهدى شوية ونعامل الطلاب بلطف، تبقى مدرسة المشاغبين، وأبويا اتحرق، أبويا اتحرق. بقت حاجة محيرة. أنا أفتكر وأنا زمان كنا بنعامل المدرسين باحترام وهم بيعاملونا باحترام. كانت عندنا مدرسة اسمها أبلة فايزة، فأنا كنت أقابلها في الكوريدور في الطرقة كده، فأقول لها إزيك يا أستاذة فايزة؟ تقول لي إزيك يا طالب، وهي عارفاني. ما تقول لي إزيك يا وليد. تخش الفصل، قيام يا طلاب، جلوس يا طلاب، إزيكوا يا طلاب، وهي عارفاني. يعني هي بتستنكر مننا مش فاهمها. في يوم قعد انا وصاحبي توته في اخر الفصل، قعد بياكل هو سندوتش طعميه بالبتنجان. شوف الاحترام بقى. فهو بياكل راح عامل
فهي بتحضر في الكشكول بتاع التحضير، هتقول يا وحش يا اللي بتاكل ورا الصوت لو سمحت. بتدلعه تقول له يا وحش. تخلي بقى مدرس من اليومين دول بقى طالب يعمل معاه كده. هو الصراحه الطالب مش هيعمل كده، الطالب بيعمل اوسخ من كده. والله بيشرب بانجو في الفصل. ده بقت حاجه. انا اصلا اليومين دول بحس الطالب وهو رايح المدرسه تحس انه رايح حرب. تلاقي الطالب رايح بسنج، والاستاذ جاي معاه مسدس، والفراشين بيبيعوا قنابل في الفسحه. يعني انا اختي من فتره كده راجعه لي من المدرسه، الاستاذ مخرط لها ودنها بالمطوه، ده غير انه رشق قلمين حبر في دماغها. بحكي الموقف لواحد صاحبي، بقول له شفت اللي حصل؟ بيقول لي مختك خايبه، ده الواد مرزوق اخويا شق وش المدرس نصين، اداني نص وجاب النص التاني حلاوه. طبعا ماما لما شافت الموقف ده لا، قالت احنا لازم نعمل حل، وراحت جايبه الزمزميه وقالت لها ايه، خدي الزمزميه دي، ومليتها ميه نار. قالت لها المدرس اللي يخش عليك خدي بقه ورش في وشه. قلت لها كده يجي لها حموضه. قالت لي اسكت ما انتش فاهم حاجه. قلت له اسكت انت فاهم حاجه هتاخد فوار. وقفت لحد كده، لا خدت اختي وراحت نازله بيها، اشترت لها مرياله مضاده للرصاص واتفقت مع دبابه توديها كل يوم المدرسه وهي رايحه. والله. بس انا اتعلمت من ماما درس مهم جدا جدا جدا، ان اي حاجه تحصل بحماس لازم يكون ليها رد فعل بحماس، حتى لو كانت معسله يا بطاطا. وشكرا يا امي. اديكوا سمعتوا وشفتوا ولا قاعدين والسلام؟ يا رب تكون الناس عرفت وفهمت الكلام. قلنا لازم نعمل حاجه لولادنا القدام، حاجه باين وتقول مين المسؤول. حد زعلان مننا؟ ده مش معقول. ما فوضى جوه الشارع، جوه الشغل، جوه البيت، مش عارفين نتنفس في الزحمه. انا مليت، خايفين نواجه نفسنا بكل السقطات، فكل واحد مننا مليان غلطات. خلص الكلام اوام ليا وليك ولغيرك، وادينا قايمين سايبينك لضميرك. يلا يلا ستاند اب، يلا نغير، نقف جنب جنب بعض ونتغير. مين عليك تساعد مش مستاهله، بكره مصر بيك وبينا تبقى احلى. جينا نقول حبة كلمات، حياتنا مليانه سلبيات. ستاند اب ستاند اب، جوه حياتنا وثبتناها صبح وليل عايشين جواها. ستاند اب ستاند اب، اي كلام يتقال بحماس لازم يتسمع بحماس، حتى لو كان مع السلامه.